النهارده معانا اكتر ناس بتعمل خير، اكتر ناس بتحب علامة الاكسبلور، اكتر ناس واحد اسمه الهلال شو. هلال شو ده بقى ايه بيحب الخير قوي يا جماعة. يعني اقل فيديو ليه على الفيسبوك يعني 5 دقايق، يعني 5 دقايق بيعمل خير، وكمان بينزل سكرين عليه الانستا بيه في البايو. ده مش عارف بقى هل ده خير، يعني انك تساعده عشان يعمل خير، مش عارف. تعال نشوف فيديوهاته. شايفين يا جماعة الست دي أغرب حاجة هتشوفها في حياتك. تعالوا معايا كده. عارف لو لقيتها والله العظيم عم هو فكرة بس انا الاقي. شايفين يا جماعة الست دي غلبانة وفقيرة وبنت 70 في 80. أنا هساعدها عشان انتوا كل ما بتساعدوهاش. انت لو معايا في أرض الله أنا بشوف المشهد ده كل يوم على فكرة، ودول أغنى مني ومن الناس اللي بتتفرج عامة. بس طب في إيه المشكلة؟ أنا شايفها قاعدة زعلانة وبتعيط. معانا عيلة تايهة، معاه عيلة تايهة. مش بتتكلم بقالها سنة ونص وانا مريضة سرطان اصلا، والدنيا عمالة جاية عليا ونفسي الاقيها، نفسي اجيبها. هي بتاعت ربنا ما بتتكلمش. خلاص ما تعرفش أنا حاجة ممكن في حاجة. ربنا بعد. مع واحدة مش بتتكلم. الموضوع كبير بقى ده، هننزل بساوند افكت بقى وبتاع. هعمل لكم مشهد تمثيلي لواحدة بتخش الهلالي شو، بتكون عايزة حاجة لله، وهو بيقول لها ايه. اكشن. النبي يا ابني يا هلال يا شو، يا ابني يا ابني، والنبي جعانة وبقالي اسبوع ما اكلتش. لا والله يا حاجة، الكاميرا فاصلة يا ابني، ومال الكاميرا بالموضوع ده؟ هو انت فاكراني هعمل خير كده لله؟ ايوه يا حبيبي انا فاكراك بتعمل خير لله. لا والله يا حبيبي يا حاجة، استنيني بكرة عندي الزبالة بإذن الله، وإن شاء الله هديكي بيه حسنتك وتكون الكاميرا اتشحنت. متنساش تعملي فولو على الانستجرام كده الأستاذ هلالي شو، لأن أنا نفسيتي تعبت من كتر الفيديوهات الواقعية بتاعته. تعالوا نشوف واحد تاني بيتاجر بيحب القرآن بيحب تعالوا نشوف. الحق مروان جايش يدخلنا انتخابات التيك توك. طب وفيها ايه يعني؟ خايف نخسر. فكرتني بغزوة بدر. ايه اللي حصل؟ يا إنسان يا محترم، يا جميل يا ابن الناس المحترمين، بتدخل غزوة بدر بمروان جليتش والكلام ده. جيش المسلمين 312 محارب. طب ما هم كتير، ايه المشكله؟ كانوا قدام 3000 واحد من قبيلة قريش. يا لهوي، نازلين قصاد 3000 واحد، ده اكيد هيخسروا. ده اللي اي حد طبيعي ممكن يستنتجه. ايه كسبوا؟ طب ازاي؟ قول لي. بثقتهم في ربنا وعزيمتهم بالله. يعني تقصد ان احنا كده هنكسب؟ انا مش عارف قد ايه الدمعة فرت من عيني من فيديو، قد ايه فيديو واقعي، قد ايه بيوصل رسالة. الشخص التالت قد ايه هو جميل، قد ايه هو مثقف، وتعالى نشوف. هل البنطلون حرام للبنات؟ طبعا، لأن البنطلون يكشف عورة المرأة من الأمام والخلف. اخ اللي بيعلمنا الموضوع حرام، بص بيشغل لنا ايه. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل كمان اعجاب يفضل. ده كان بيعمل بقى محتوى وانا في 6 ابتدائي، وكان جميل قوي بعشقه، لغايه ما احنا كبرنا بقى وعقلنا بقى مش عارف يعمل ايه. فهنعمل ايه؟ اكيد هنشغل قرآن، نكسب ريتش بقى والدنيا تمشي. ويا عيني يا حبيبي محتوى ما مشيش برضه. مش خلاص يا عم، هنخش ان فاضل قد ايه على العيد؟ ايه ما مشيش؟ خلاص اعمل لك ايه؟ فاضل 100 سنة على رمضان 2057، ما مشيش برضو. طب اعمل ايه؟ ارجع قرآن تاني؟ بفتح التيك توك عشان صوته بعشقه. كره اي نعم بنات كتير في اساميهم، بس انا اقسم بالله ما في فيديو شغلته له الا لما اتفرجت لاخره. اللي يحب حبيبته يبعتها لنا اشبع. انا خشمي اللي بيحب حبيبته يبعتها لها. افضل اغنيه 2037 ان شاء الله لو عشنا. اتوقع ده صوت كل مصري لو اتشجع وفتح الكاميرا وصور، يعني بعشقه. وطبعا اللي معلي ريتش في واحده اسمها رحمه بلا رحمه، بتخش تقول له بحبك واخدين ريتش على بعض، وانا حبيت اخد ريتش على افريقيا طبعا، ما كانتش عليا. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وتابعونا على انستجرام عشان بنزل حاجات مختلفه.